ضخ في اللغة الألمانية ليها استخدامات مختلفة بتعتمد على حسب وضعها في الجملة. تعالوا النهاردة نتعرف على إيه هي استخدامات ضخ المختلفة ومعانيها المختلفة في كل جملة. أول استخدام لضخ بنستخدمها للرد للتأكيد أو النفي على سؤال منفي. بنستخدم ضخ للرد على سؤال منفي لتأكيد العكس، أي عشان نجاوب بنعم، زي Du magst keinen Kaffee. ألا تحب القهوة؟ الإجابة هتكون doch ich mag Kaffee. بلى أنا أحب القهوة. تاني استخدام لضخ إن إحنا بنأكد جملة أو بننفي شك بمعنى لكن أو في الواقع. بنستخدمها لتأكيد حقيقة أو تصحيح فكرة خاطئة، زي المثال دوت: sagt es ist schwer aber es ist doch einfach. يقول إنه صعب ولكن هو في الواقع سهل. ممكن نستعملها ككلمة ربط زي لكن أو مع ذلك، مشابهة لأبر زي Ich war müde doch ich habe weiter gearbeitet. كنت متعبا ولكني استمررت في العمل. وبنستعملها في التمني أو التشجيع في الجمل اللي بتبقى فيها اللي انت بتدي فيها أمر، بتستخدم لجعل الأمر أكثر لطفا وحماسا، زي komm doch herein، تعال هنا، ودي بتكون بصورة ودية. وخامس استخدام لنخ بنستخدمها في جمل للتأكيد على المفاجأة أو الاستياء، زي مثلا das ist doch nicht möglich، هذا مستحيل، ده بتعبير عن الدهشة. وآخر استخدام لضخ بنستعملها في التعبير الثابتة، زي نا ضخ حسنا بالطبع، للتعبير عن الموافقة المفاجأة. ملحوظة مهمة بقى على ضخ لازم تحطها في عين الاعتبار: مفيش ترجمة واحدة تدي معنى لضخ في اللغة العربية. زي مثلا ليه؟ يعني لأن معناها بيعتمد على السياق اللي هي موجودة فيه في الجملة. مثلا بيجي معناها في أوقات بمعنى بلى، وفي أوقات بمعنى لكن، أو في الواقع أو حقا. بنستخدمها، والألمان كمان بيستخدموها كتير قوي في المحادثات اليومية بتاعتهم. عشان كده يفضل عشان توصل لمعنى ضخ في جملة معينة لازم تسمع أمثلة حية عشان تفهمها بشكل طبيعي وشكل صحيح. وبس كده، ده كل حاجة على ضخ أنا قلتها لكم النهاردة. وكده خلصنا درس النهاردة، وكان عن معنى ضخ واستخداماتها المختلفة. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو ما كنت اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. واتمنى منكم انكم تكتبوا لي كومنت صغير تعرفوني فيه رأيكم في اللي انا بقدمه. او في دزين.